لو انت من الناس اللي بتحب الشوكولاتة بس دايما بتحسي بالذنب بعد ما بتاكليها وضميرك بيأنبك، لو كل مرة بتفكري تشتري فيها شوكولاتة بتجري من قدام قسم الحلويات بسرعة قبل ما تضعفي، فأنا جاية أقولك إن ممكن يكون في نوع شوكولاتة تحبيها وهي كمان تحبك. وأنا هنا بتكلم عن الشوكولاتة الدارك أو الدارك شوكولات، اللي في ناس كتير فاكرة إنها بس للدايت أو إن طعمها وحش، بس في الحقيقة هي واحدة من أغنى وأقوى الأطعمة في العالم. في الفيديو ده هقولك ليه وإزاي تستفيدي منها في جمالك وفي صحتك وفي مزاجك وفي نومك وكمان في ذكائك. خليكي معايا لآخر الفيديو علشان تعرفي كل حاجة عن الدارك شوكليت، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ. هلو أنا آية بلال. أول حاجة إزاي نستخدم الشوكولاتة الدارك صح. مبدئيا كده مش أي شوكولاتة لونها غامق تبقى دارك شوكولات، لازم تدوري فيها على 3 حاجات مهمة. أول حاجة نسبة الكاكاو تكون 70% أو أكتر، تاني حاجة تبقى ما فيهاش لبن بودرة أو لبن مضاف، وتالت حاجة السكر فيها يكون قليل جدا، يعني مثلا مكتوب عليها 3 جرام أو أقل في القطعة الواحدة. إيه هو بقى أفضل وقت تاكليها فيه؟ أحسن وقت ممكن ناكل فيه الدارك شوكليت هو بعد الغداء أو كسناك خفيف وسط اليوم، وممكن كمان تدمجيها في وصفات زي موس أفوكادو بالشوكولاتة أو بان كيك بالشوفان، أو حتى ممكن تعمليها صوص شوكولاتة وتحطيها على الفاكهة. تاني حاجة تعالوا نعرف إيه هي المعادن والفيتامينات الرهيبة اللي موجودة في الدارك شوكليت. الشوكولاتة الدارك مش بس حلوة، دي كأنها كبسولة مكمل غذائي فيها حديد بيعالج الأنيميا، وخصوصا مهم جدا للستات اللي بيعانوا من تساقط الشعر وضعف التركيز. وفيها مغنيسيوم وده معدن الاسترخاء، بيهدي الأعصاب وبيقلل الصداع ومفيد جدا للقولون كمان. وفيها زنك، ده بيساعد على التئام الجروح وبيقوي المناعة وبيعزز صحة البشرة والشعر. وفيها نحاس، بيساعد على إنتاج خلايا دم حمراء جديدة وبيحمي الأعصاب. وفيها بوتاسيوم، وده مهم جدا إن هو يظبط الضغط ومفيد كمان لصحة القلب. يعني فعليا قطعة شوكولاتة دارك ممكن تدي جسمك جرعة معادن محترمة جدا. شوكولاتة الدارك واحدة من أغنى الأطعمة في العالم بمضادات الأكسدة، خصوصا مادة اسمها فلافونول. الفلافونول بيعمل حاجات كتير جدا في الجسم، بيقلل الالتهابات في الجسم وبيحمي الخلايا من التلف وبيبطئ الشيخوخة وبيقلل من فرص الإصابة بالسرطان وبيحسن من وظائف القلب والمخ والجلد. يعني كأنك بتدي جسمك درع واقي من أمراض كتير جدا، وفي نفس الوقت بتستمتعي بطعم حلو جدا. الفلافونول كمان بيساعد الجسم إنه ينتج أكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك ده المسؤول عن توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم وتوصيل الأكسجين كويس لكل الخلايا، يعني تحسين للدماغ والقلب والمناعة وكمان البشرة. وعملت لكم فيديو كامل عن أكسيد النيتريك ده وفوائده الرهيبة، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تقدروا تشوفوه. وعلشان كده في ناس كتير بتلاحظ انها بعد لما بتاكل الشوكولاتة الدارك بتحس بانتعاش ذهني وتركيز اعلى. وفي ابحاث كتير اثبتت ان الدارك شوكليت بتساعد على تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع، ودي حاجة مهمة جدا للستات اللي عندهم تاريخ عائلي بأمراض القلب أو بياكلوا أكلات كتير دسمة، بس طبعا بشرط إنها تكون دارك شوكليت بجد وما تكونش محشية أو مليانة سكر. نقطة كمان مهمة قوي هنتكلم عنها هي علاقة الشوكولاتة الدارك بمقاومة الأنسولين. واحدة من أكتر المشاكل اللي بتواجه الستات خصوصا مع تكيس المبايض أو زيادة الوزن هي مقاومة الأنسولين. الدارك شوكليت بتقلل الالتهابات اللي بتسبب المقاومة دي، وكمان بتساعد الجسم إنه يستجيب للأنسولين بشكل أحسن. يعني الدارك شوكليت
ممكن تكون جزء من النظام الغذائي لأي واحدة بتعاني من السكر أو تكيس المبايض أو زيادة في دهون البطن. نسمع أوقات كتير إن الشوكولاتة بتبوظ البشرة وبتزود الحبوب، بس في دراسات قالت العكس تماما في موضوع الدارك شوكليت عن الموضوع ده بالذات. الشوكولاتة الدارك فيها فلافونول، ده قلنا إن هو بيحسن من رطوبة الجلد وبيقلل من التحسس والتهاب الجلد، وبيساعد كمان إنه يحمي البشرة من أضرار الشمس، وبيعزز نضارة البشرة من جوه مش من الكريمات بس. يعني قطعة صغيرة كل يوم ممكن تبقى سر من أسرار جمالك الجديد. وتعرفي كمان إن الشوكولاتة الدارك بتغذي العقل فعلا وبتزود تدفق الدم للمخ. الشوكولاتة الدارك فيها كمية صغيرة من الكافيين قادرة إن هي تفوقك من غير ما تهيج أعصابك. فيها ثايوبرومين، دي مادة بتنشط المخ بشكل خفيف وبتساعد على تحسين المزاج وبتقلل من احتمالات الزهايمر على المدى الطويل. يعني ممكن تاكليها قبل المذاكرة أو قبل الشغل أو وقت ما تحسي إن دماغك تقيلة ومحتاجة ريستارت. الشوكولاتة الدارك مش بس طعمها حلو، دي كمان بتقدر تغير من مودك ونفسيتك للأحسن، وده لأنها بتفرز في جسمك سيروتونين اللي هو هرمون السعادة وتريبتوفان، وده بيساعد على إنتاج الميلاتونين اللي هو هرمون النوم. يعني لو متوترة أو مكتئبة أو مش عارفة تنامي، قطعة دارك شوكليت ممكن تساعدك ترتاحي وتنامي أحسن. خلاصة الكلام، الشوكولاتة الدارك مش بس سناك حلو، دي أداة قوية لجسمك ولمزاجك ولجمالك ولمخك، بس أهم حاجة النوع والكمية. دوري على اللي فيها نسبة كاكاو عالية، خدي قطعة صغيرة منها واستخدميها كعلاج مش كإدمان، يعني ما ناكلش منها بكميات كبيرة جدا. لو الفيديو ده عجبك واستفدتي منه ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، واكتبيلي في الكومنتس تحبي الفيديو الجاي يبقى عن ايه.